فيلم جورني تو ذا ويست. تبدأ قصة الفيلم بقرية قديمة بالصين، ويا بنية صغيرة تلعب بالمي على حافة البحيرة، وأبوها كان يجهز شبكته على مود يصيد السمك. وهنا البنية بدأت تبكي لما عرفت إنه أبوها راح يروح للصيد ويعوفها، فبعدها نشوف أبوها هو نزل بالمي وبدأ يسوي لها حركات على مود يضحكها ويخليها تفرح. بس فجأة أبوها ينسحب ويبقى بداخل المي، والبنية بدأت تضحك عبالها إنه أبوها دا يشقى وياها. وبهاي اللحظة نعرف بأنه الرجال اختفى تماما، وهسه نشوف إنه ظهر دم كلش هواية على المي. بعدها أهل القرية عينوا صياد محترف على مود يصيد المخلوق اللي أكل الرجال، والصياد بدأ يرمي القنابل بالبحيرة، وفجأة صار انفجار قوي بداخلها والناس اندهشوا من المنظر. وبهاي اللحظة طلعت سمكة كلش كبيرة، والصياد قال لكل الناس بأنه السمكة هاي ممسوسة من روح شريرة، والشيطان هو المسيطر عليها وهو المسؤول عن موت الصياد. والناس فرحوا كلش هواية لأنه قدروا يصيدون السمكة اللي يطلقون عليها باسم الشيطان. بعدها نشوف شخص من المواطنين يقول للناس بأنه هاي سمكة عادية والشيطان الحقيقي مو هذا، ونعرف بأنه هذا الشخص اسمه تانك، وايضا نعرف بانه هو صياد للشياطين. والصياد الثاني ضوج كلش هوايه من كلام تانك ويقول له انت عميل ويا سمكه الشيطان، فيخلي اهل القريه يهجمون على تانك ويضربوه، وبالنهايه يربطوه بالحبل. وكل الناس نزلت للبحيره وكانوا مقتنعين انه الشيطان مات. فهنا تانك حاول يمنعهم، لكن ما كملت فرحتهم وطلع لهم وحش ضخم من المي، وهو هجم على وحده من عندهم، والكل كان بصدمه كبيره لانه عرفوا كلام تانك هو الحقيقي. وبسرعه بداوا يطلعون من البحيره ويحاولون ينقذون نفسهم، والكل كان مرعوب. وبعد ما طلعوا من المي اعتقدوا ان هم حاليا بامان، لكن فجأة الوحش بدا يستخدم لسانه ويسحب الناس للمي. والبنية اللي الوحش قتل ابوها بدت تركض باتجاه امها، لكن الوحش لزمها وحاول يسحبها للمي، وكل اهل القرية حاولوا ينقذون البنية، فبسرعة قطعوا لسان الوحش، والبنية توقع بالمي او يلحقوها على اخر لحظة وينقذوها. لكن الوحش يقفز من المي وياخذ البنية ويرجع، والام تنصدم وتقفز ورا بنتها على مود تنقذها من الوحش. وبنفس الوقت تانك كان يحاول يفتح الحبل، وفجأة يظهر الوحش قدام الام وينظر لها بغضب، والام تترجاه بانه يرجع لها بنتها، لكن الوحش يهجم عليها وياكلها. بعدها الوحش يبدا يضرب المباني الخشبيه القريبه من البحيره، وهذا الشيء يخلي الناس تفقد توازنهم. وبهاي اللحظه نشوف طفل رضيع وهو يوقع، وامه كانت تحاول تلزمه بس هي ما تقدر. ولحسن الحظ تانك يفتح الحبل ويقفز على الطرف الثاني من الخشبه، او تنرفع الخشبه من الجهه الثانيه والطفل يبدا يتحرك بناحيته. والوحش لما يشوفه يهجم على تانك بسرعه، بس تانك ما يستسلم ويقفز على الناحيه الثانيه من الخشبه. ونعرف بأن الوحش كان بالجانب الثاني، او تانك يستخدم وزنه او يقدر ينقذ الطفل. وهسه نشوف الصياد الثاني وهو خايف ومختبئ بين الناس، بس فجأة تطلع بنية ضخمة كلش من بين اهالي القرية، وهي تركض ناحية الوحش، وكانت خطواتها تسوي زلازل بالارض، وهي تقفز على الخشبة اللي عليها الوحش. وعلى اثر هذا الفعل الوحش يطير ويوقع على الصياد، وفجأة الوحش يتحول للشاب وبين عليه بانه هو مصاب ومجروح، واهل القرية كلهم يحاولون يقتلوه، بس تانك يوقفهم او يقترح عليهم بانه يشوفون حل افضل من القتل. بعدها جهز ادوات موسيقيه هوايه وجاب كتاب اسمه ترنيمات الاطفال، وهو كان يحاول يغير الوحش من الشرير الى مسالم من خلال نغمات موسيقيه، بس تانك يغني بصوت بشع جدا، وهذا الشيء اللي يربك الشيطان والناس. والشيطان يعصب كلش هوايه على تانك ويبدا يضربه بكل شغله تحيطه. وقبل ما يقتل تانك تجي وحده تلزم الشيطان من راسه وتبدا تضرب بيه، وايضا تحبس الشيطان بحقيبه قماش سحريه، وهاي الحقيبه تحولها الدميه. ونعرف بانه هاي البنيه هي من صيادين الشياطين المحترفين واللي يكون اسمها دوين. فهنا تانك يروح عليها ويشوفها طريقته باصطياد الشياطين، والصياده لما تشوفه تبقى تضحك عليه وتستهزئ بطريقته، وكل الناس تشكرها واعتبروها بانه هي بطله القريه. فتانك راح يحكي ويا المعلم مالته، وهو كان زعلان لانه ما قدر يخلص القريه من الشيطان، بس المعلم يقول له صعب انه تحول الشر الى خير. والمعلم بقى يشجع بتانك، وهنا انطاه مهمه ثانيه وهي عن شيطان يستخدم لحوم البشر بالطبخ بداخل مطعم. وبالفعل تانك يوافق ويروح، ولما يدخل المكان يشوفه مليء بالزبائن وهم كانوا مستمتعين بالاكل، فتستقبله وحده وتشرح له عن المكان، بس تانك بسرعه يقدر يعرف انه هاي البنيه هي شيطان. فتانك يبقى يستفزها وهي تعصب عليه، وبعد ثواني تظهر دوين وهي تبدا تضرب بالبنيه وتحولها لتراب، وبعدها تبدا تهاجم كل الموجودين بالمطعم وتحولهم لتراب باستخدام تعويذه معينه. وبعد ما قتلت كل الموجودين بدات تنادي على صاحب المطعم، وفجاه يظهر وراها شاب صغير وهي تبدا تعارك بيه، بس هو
هو كان قوي. وبسرعة دوين طلعت مجموعة من الحلقات وبدت الضربة بيهن لحد ما تشوه شكله، والولد بعدها يرد الحلقات على دوين، والمعركة بيناتهم استمرت، او كانوا الاثنيناتهم بنفس القوة. فدوين تضغط عليه وتقدر تجبره انه يتحول الخنزير وهو يظهر على شكله الحقيقي، وهنا دوين تثبته وتمنع انه يتحرك، وتصيح التانك على مود يجي ويساعدها. واخيرا دوين قدرت تحبس الروح الشريرة بالخنزير، لكن الشيطان بالمرة هاي يكون اكبر واقوى، وهو بدا حجمه يكبر داخل الحقيبة لحد ما طلع من عندها على هيئة حيوان ضخم. فدوين والتانك يغادرون المكان بسرعة لحد ما يصلون يم البحيرة. وهسه نعرف بان دوين كانت مجروحة ومتأذية كلش هواية بسبب المعركة اللي صارت بيناتهم، فتطلب من تانك انه يضغط على الجرح على مود يوقف النزيف. ولما تانك يضغط الدم ينسحب من جسمه او يطلع من خشمه. وبعدها تانك يروح للمعلم ويقول له انا فشلت للمرة الثانية، والمعلم يقول له اذا تريد تغلب الشيطان لازم تروح الملك الشياطين، والملك هذا اسمه ووكينج، وهو يكون محبوس بكهف بالجبل صار له 1500 سنة. وبنفس اليوم بالليل نشوف تانك يمشي بالغابة، وفجأة يوقع بفخ العصابة معينة، ونعرف انه هذا الفخ تابع لعصابة دوين. فهنا دوين تجي عليه او تعرض عليه الزواج، لكن تانك يرفض، بس دوين ما تهتم لكلامه وتحبسه. وهنا اختها تنصحها بانه تسوي له اغراء وترقص له، لكن لما حاولت دوين ما تعرف ترقص ويكون رقصها مضحك، فاختها تنطيها طلاسم سحرية حتى تقدر تتحكم بحركاتها او ترقص بشكل جيد. ودوين لما تروح التانك يصير خلل بالطلاسم، وهي بقت تضرب بيه لحد ما تطير ورقة من الطلاسم وتوقع على تانك. وهنا بسرعة دوين تطلع من القرية، وبنفس الوقت نشوف اختها وهي بعدها ترقص، او تانك يبدا يسوي نفس الحركات اللي تسويها اخت دوين قدام الحراس، والحراس بدأوا يضربون بتانك. اما اخت دوين فتجي وتحاول توقفهم، لكن بهاي اللحظة الشيطان يوصل لمكانهم والكل يركض باتجاه السيارة على مود يهربون، بس فجأة يشوفون الشيطان قدامهم. فدوين تقرر انه ترمي التانك خارج السيارة قبل ما الخنزير يحطم سيارتهم. وهنا الخنزير بدأ يحاصرهم، بس لحسن حظهم يظهر شخص عنده قوة النمر الروحية، ومن خلال هاي القوة هو يقدر يواجه الشيطان ويقضي عليه. وبالفعل الشيطان بالاخير خاف وهرب. ونعرف انه هذا الرجل هو من صيادين الشياطين، وهو عنده فريق مكون من ذو القدم العملاقة والامير المدلل واربع خادمات، بس الخادمات هذني ما يسمعن كلام الصياد، ويبدون الصيادين يتعاركون على من اللي راح يصيد الشيطان بالاول. فهنا التانك يقول لهم انتم جاي تسوون هذا الشيء على مود الفلوس، وانتم ما تستاهلون تكونون صيادين للشياطين، لانه انتم صيادين تتعلقون بالاموال فقط. ويطلب من دوين بانه ترجع له كتابه بعصبيه، او يطلب بعصبيه من دوين بانه ترجع له كتابه، وهذا الشيء اللي يخلي دوين تعصب وتمزق الكتاب وترميه. وهي بدات تضرب بتانك وقالت له انه انت ما تسوي شيء بدوني. فهنا التانك يبقى ساكت وما يرد عليها باي شيء. وبعدها دوين تتقرب من الامير على مود تانك يغار عليها، بس تانك ما يهتم ويتركهم ويروح. وبعد فتره يقدر تانك يوصل الجبل بنباتات شيطانيه، ويشوف نبات طالع من فتحه بالجبل، فيدخل داخل هاي الفتحه، وفجاه يطلع له رجال مجنون، واول ما شاف تانك ركض عليه وحضنه. وتانك يعرف بانه هذا هو ملك الشياطين واللي يكون اسمه كونغ. فتانك يطلب من عنده انه يساعده على مود يهزم الشيطان الخنزير. اما كونغ فهو كان يحاول يخدع تانك ويقول له اذا تريد اعلمك لازم تحررني من هذا المكان، بس تانك يعرف انه كونغ هو شخص كذاب ومخادع. اما كونغ فهو كان يحاول يهرب من الكهف، بس جذور النباتات تهاجمه او تمنعه وترجعه للكهف، وهي تبقى تضرب بيه وتعاقبه على محاولته للهروب. وهنا تانك ينطل كونغ موزه، وكونغ يستلطف تانك ويقرر انه يقول له على الخطه اللي يقدر من خلالها يهزم بها الشيطان الخنزير، ويقول له انت تحتاج بنيه جميله تعرف ترقص على مود تستدرج الشيطان داخل هذا الكهف، والشيطان لما يجي راح ينحبس وياي بهذا الكهف وما راح يقدر يطلع. وفجاه دوين تدخل عليهم بعد ما سمعت بالخطه، او تعرض عليهم حتى تكون هي الطعم للشيطان. فتانك يضوج ويطلب من عندها انه تروح، لكن ملك الشياطين يعلمها الحركات اللي تقدر من خلالها تستدرج بها الشيطان. وبهاي اللحظه يبين على تانك اعجابه بدوين، ولما يجي الليل تبدا دوين تسوي الحركات على ضوء القمر على مود تجذب الشيطان، او تانك يعزف لها الموسيقى. وفجاه يسمعون صوت الشيطان الخنزير ويعرفون بانه هو قريب جدا عليهم. وهنا كونغ يبدا يحكي ويا الشيطان او يستدرجه للكهف، وبقى يستدرج بيه لحد ما الشيطان دخل بالكهف وانحبس. وبهاي اللحظه قدرت دوين تحبسه بحقيبتها السحريه، وهي انطت الدميات الاثنين اللي حبست بهن الشياطين كهديه لتانك، وبعدها لبسته خاتم بايده وجبرته على الزواج. لكن تانك كان ضايج ومنزعج كلش هوايه، وهو راد يقطع اصبعه اللي بيه الخاتم، بس دوين تجي وتاخذ الخاتم من ايده وترجع له الكتاب مالته اللي مزقت اوراقه، لكن تانك رفض ياخذ من عندها الكتاب. ودوين تحزن كلش فتتركه وتروح. بعدها تانك يطلع من الكهف ويشوف دوين وهي حزينه، وهنا يبدا تانك يحبها. وبهاي الاثناء كونغ يطلب من تانك انه يقطع النباتات على فتحه الكهف حتى يقدر يتفرج على ضوء القمر، وبالفعل تانك ينفذ طلبه، لكن اول ما يقطع النبته كل النباتات اللي حواليه تحترق. وفجاه يبدا يسمع ضحكه كونغ
كونغ الشيطانية من الكهف، أو نعرف بأنه كونغ طلع من الكهف أو قدر يتحرر من الحبس، وهو يهجم على تانك أو يلزمه ويشمره فوق، وهو بدأ يستهزئ بتانك ويقول له أنت غبي لأن قدر يخدعه بسهولة، أو ملك الشياطين يبدأ يقطع بشعر تانك أو تانك يبقى ثابت بمكانه، وهنا ملك الشياطين يشوف الصيادين الثلاثة وراه، والصياد صاحب روح النمر حاول يهجم عليه بس كونغ كان أسرع من عنده أو بقى يعضب رقبته لحد ما مات. وبهاي الأثناء نشوف ذو القدم العملاقة وهو بدأ يخلي رجله تكبر وتصير عملاقة جدا، ويضرب بها كونغ ضربة قوية وهو قفز لي فوق حتى ينزل عليها برجله، لكن كونغ يخترق رجله أو يضربه ضربة قوية جدا. أما الأمير فهو تعصب وبدأ يطلق السيوف على كونغ لحد ما كونغ هرب وطار بالسماء، لكن السيوف كانت تلاحقه وين ما يروح، وهنا كونغ طلع سلاحه أو بدأ يصد السيوف، والأمير جمع السيوف كلهن بسلاح واحد ووجه هذا السلاح باتجاه كونغ، والأمير قدر يضرب كونغ بالسلاح العملاق، بس فجأة تظهر روح الغوريلا الضخمة ومن خلال هاي الروح قدر يقضي على الأمير. بعدها يجي دور تانك، لكن فجأة تظهر دوين من وراه وهي بقت تدافع عن تانك رغم انه تانك خذلها، وهي بدأت تواجه كونغ بالحلقات، لكن الحلقات اول ما تلمس كونغ تنكسر. بعدها دوين اقتربت من كونغ بس كونغ يفاجئها بضربة على وجهها ويطيرها بعيد، وهنا تانك اقترب من دوين، ودوين سألته وقالت له انت تحبني؟ فتانك قال لها انا حبيتك من اول يوم شفتك بيه. وبعد لحظات دوين تموت، وتانك حزن عليها حزن شديد جدا واخذ الخاتم من عندها ولبسه بايده، وفجأة كونغ يشيل جثة دوين ويشمرها للسماء. اما كونغ فهو رجع لتانك وشاف جسمه كله يطلع نور، وهو بدا يقرا الكتاب او يستحضر روح بوزة، وبدا بوزة ينزل ايده على الارض، وفجأة صار زلزال قوي جدا، وكونغ لما شاف ايد بوزة تخترق الغلاف الجوي انصدم ورفض يستسلم، وهو تحول لغوريلا ضخم كلش، وايد بوزة اقتربت من كونغ وهو حاول يوقفها بس هو ما قدر، والحسن الحظ الايد حطمته وعلى اثر هامات وخلصوا من عنده. وهنا نشوف كونغ ببعد ثاني، فيجي تانك اللي اخيرا قدر يطلع روح الشيطان منه، او تانك شال الخاتم من ايده وسواه تاج وخلاه على راس كونغ، وبعدها كونغ صار واحد من تلاميذ تانك، وبالاخير المعلم قال لتانك انت تقدر توصل للشيء اللي تريده، وهسه انت جهز رحلتك للغرب. فتانك اخذ فريقه اللي كانوا شياطين اشرار واللي قدر هو يحولهم الى مسالمين، وهم كلهم اتجهوا للغرب على مود روح الشياطين يحولوها الى ارواح مسالمه، ولهنا تكون نهايه الفيلم.